عندك تشارك مع صحابك في البيزنس. هذه هي النصيحه اللي كلشي غيقولها لك فاش غتبغي تبدا بيزنس ديالك. كلشي غيقول لك لا تشاركتي مع صاحبك في شي مشروع، عول انك غتخسر المشروع وغتخسر صاحبك حتى هو. وداك الشيء اللي درت انا فاش بغيت نبدا بيزنس جديد، ما تشاركتش مع صاحبي، شاركت مع 3 ديال صحابي. الا كنتي فايت خرجتي من المغرب، سواء مشيتي لاوروبا، مشيتي لتركيا، ولا مشيتي لدول اسيا وخصوصا دول الخليج، غتعرف بلي حنا في المغرب عندنا فقر كبير جدا في هذا المجال ديال السويت وفي كاليتي مزيانه ديال القهوه. حنا لاحظنا هذا الشيء، ولاحظنا كيفاش ان حنا المغاربه دابا كنتخاطفوا على السويتس اللي عندنا في المغرب غير حيت ما عندناش اوبسيون واحده اخرى. وهنا فين قررنا نانفيستيو في هذا السيكتور. وقبل شهرين من دابا حلينا المحل ديالنا اللي سميناه سويت شوب، وقررنا اننا ما نكومونيكيوش عليه. ولكن علاش قررنا اننا ما نديرو عليه حتى فيديو؟ حيت الغلطه اللي قتلات روز الدجاج المشروع اللي كنت درته وبارطاجيته معكم هو فاش جاو بزاف ديال الكليان دقه واحده مع البدايه ديال المشروع. فبغينا هذا المشروع بالضبط يكبر بشويه بشويه، ولكن واخا ما دويناش عليه في لي ريزو سوسيو، وفي شهرين فقط قدرنا نكونوا كوميونيتي ديال لي كليون اللي كتكبر نهار على نهار. حاليا عندنا 15 برودوي تقريبا، ولكن الا جيتي لسويت شوت لاول مره خاصك تبدا بواحد من هاد الجوج. كريب كريم برولي البيست سيلر ديالنا، وكنا عارفين غتكون البيست سيلر قبل ما نبداو. وخذها يا اما بالفاني يا اما بالشوكولا ولا الماتشا اللي كانت كتعجبك الماتشا. وتيقني نهار غتذوقها غتولي كترجع عندنا غير على قبلها. ولا هاد داتش بانكيكس اللي مشهورين في امستردام ودخلناهم المغرب لاول مره، بالشوكولا نوار، بالشوكولا بلون، بلوتوس ولا بالنوتيلا. وما تنساش لا تزي طاقيني في ستوري وطاقي الباج ديال سويت شوب.